حسيت قبل كده ان حياتك شبه فيلم متكرر، نفس الحوارات، نفس المشاكل، نفس السيناريو اللي بيتعديلك كل شوية، وكأنك ماشية على خط مكتوبلك من غير ما تحسي. تخيل بقى لو قلتلك ان الشعور ده صح 100%، وان القصة اللي انت عايشها حاليا بكل تعبها ولخبطتها اتعاشت واتكتبت آلاف المرات قبلك، من أول أساطير الفراعنة وبابل لحد أحداث أفلام هوليود. السر كله مستخبي هنا في الصفحات دي. النهاردة هنفك الشفرة السرية لحياتك، ونفهم ليه نفس المواقف بتتكرر معاك، وازاي تقدر أخيرا تبقى انت البطل بتاع قصتك، مش مجرد كومبارس بيتفرج على القعدة. دي مش مجرد مراجعة كتاب، دي خريطة هترسملك ازاي تطلع من الدايرة المفرغة. الكتاب هنا بيفاجئنا في فصل 1000 وجه بحقيقة غريبة جدا. بيبدأ يحكي لك عن البطل اللي عايش حياته عادية يومية، لا بيه ولا عليه، وفجأة بوم، يحصل حدث مفاجئ غير متوقع، يتلخبط ويحتار. افتكر كده المرة اللي اترفضت فيها في شغلانة، أو العلاقة اللي اتفركشت، أو الخبر اللي شقلب حياتك. ده بالظبط الحدث المفاجئ. الكتاب بيقول ان البطل رغم انه بيخاف بيقرر في الاخر يقبل التحدي ويبدأ المغامرة، وفي السكة بيقابل حد مؤمن بيه يعلمه ويدربه ويسنده. ده اللي بنسميه المعلم. ساعات بيبقى صديق جدع، وساعات كتاب قرأته، وساعات بتبقى الأزمة نفسها اللي علمتك الدرس. بس السؤال المهم بقى، ليه كل القصص دي شبه بعض؟ الكتاب بيوضح إن عالم الميثولوجيا جوزيف كامبل قعد يدرس أساطير العالم كله، ووصل لاستنتاج مذهل إن في خط واحد ماشي في كل الحكايات، خطوات متشابهة ومراحل متطابقة. تخيل من أول عنتر بن شداد لأدهم الشرقاوي، ومن هاركل لسوبرمان وأيرون مان، حتى أدهم صبري وجون ويك وعم دي، كلهم ماشيين بنفس الخطوات بالملي. ليه بقى؟ لأن الرحلة دي مش مجرد تأليف، دي مراية للتركيبة النفسية بتاعتنا كبشر. بنسقط عالمنا الداخلي على الحكايات والأفلام. ده اللي بنسميه الوعي الجمعي. قصة واحدة ب1000 وش بنكررها من آلاف السنين. الفكرة مش إن الحكاية بتتكرر، الفكرة هي هل انت فاهم انت في انهي مرحلة فيها دلوقتي؟ الحل 12 خطوة بتوع حياتك. عشان نخرج من التوهان لازم نفهم الخريطة. الرحلة دي اسمها رحلة البطل، وبتتكون من 12 خطوة. تعال نقولهم على السريع وشوف انت واقف فين حاليا. العالم العادي ده 1، حياتك الطبيعية الهادية من غير افتكاسات. 2، النداء، المشكلة أو التغيير اللي بيفرض نفسه عليك. 3، رفض النداء، خروجك من شعورك وترددك، لا يا عم أنا مالي ومش عايز وجع دماغ. 3، مقابلة المعلم، تلاقي حد يزقك أو نصيحة تفتح عينك. 4، عبور البوابة، لحظة القرار الإجباري، تاخد الخطوة الأولانية ومفيش رجوع. هو حصل لخبطة، عبور البوابة دي رقم 5. رقم 6، الاختبارات، الحلفاء، الأعداء، تبدأ الدعبسة، مين معاك ومين عليك، والتحديات تزيد. 7، دخول الكهف الأوغل، مرحلة الاستعداد للمواجهة الكبيرة وجه لوجه. 8، المحنة، التحدي الأكبر، قمة المعمعة واللي بتحس فيها إنك خلاص بتنتهي. 9، المكافأة، تخرج من التحدي ده بدرس حياتي أو قوة ما كانتش عندك. 10، طريق الرجوع، العودة لحياتك بس وانت محمل بتحدي أخير. 11، البعث من جديد، المعركة الأخيرة اللي بتبعث فيها إنك اتغيرت تماما.
12. العودة، ترجع لحياتك العادية بس بنسخة جديدة أقوى وأشجع. شفت البساطة؟ لما بتفهم الخريطة دي الخوف بيقل، بترحم نفسك لما تتردد، وبتفهم إن الشدة والمحنة مش نهاية العالم، دي مجرد خطوة رقم 8 عشان تاخد المكافأة في خطوة رقم 9. الفكرة الأساسية ليه الكلام ده يخصك انت؟ ممكن تقولي يا عم ده كلام أفلام ودراما، أنا مالي ومالي الكلام ده. هنا بقى مربط الفرس. الكتاب بيقولك إن الرحلة دي بنعيشها كلنا في حياتنا العادية ب3 أشكال. صفحة 308. 1. رحلة النضج العمرية، انتقالك من طفل لعيل مراهق لراجل مسؤول. الرحلة اليومية زي ما تكون ماشي في أمان الله، يجيلك تليفون أو خبر يقلب حياتك رأسا على عقب، وندخل في المعمعة. صفحة 311. الرحلة النفسية، رحلة وعيك باللي جواك. زمان في القبائل القديمة كانوا بيعملوا احتفالات ومواجهات صعبة جدا للشباب عشان ينقلوا الطفل لعالم الكبار. دلوقتي مفيش الطقوس دي، بقينا بنخوض الاختبارات دي في شكل أزمات حياتية، لما بتضطر تقول لأ وتعتمد على نفسك، لما تحارب عشان استقلالك، دي معركتك الرمزية اللي بتصنع منك بني آدم حقيقي. في الآخر الكتاب بيحطنا قدام حقيقة واحدة مفيش غيرها، صاحبنا بيوصل لنقطة بيعرف إن مفيش رجوع لورا ومفيش بديل غير المواجهة. الهروب مش هيحل حاجة، الأزمة جاية عشان تتولد انت من جديد، شخص أقوى وأشجع وأقدر على الحياة. القرار في إيدك دلوقتي. هتفضل تمثل دور الضحية وتشتكي من السيناريو، ولا هتقرر تتشجع وتكمل الرحلة كبطل حقيقي؟ اكتبولي في التعليقات تحت تفتكر انت واقف في انهي خطوة من 12 خطوة بتوع رحلتك دلوقتي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك الجميل والاشتراك عشان نكمل الرحلة سوا. أشوفكم الفيديو الجاي يا أبطال حكايتكم.